طب ربنا برضو لسه مضيق عليا. والله الذي لا إله غيره ما ضيق الله عليك في وقت. بقول الكلام ده لكل إنسان بيسعى وعاوز ربنا يوسع عليه، إلا ليعطيك الله أفضل منه. جاء في الإسرائيليات أن امرأة ذهبت إلى نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسمع كده وركز بالله عليك بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. ذهبت امرأة إلى نبي الله داود وقالت: يا نبي الله، أربك ظالم أم عادل؟ قالت له: ربنا ظالم ولا عادل يا نبي الله؟ فقال لها: ويحك يا امرأة، إنه العدل الذي لا يظلم، إنه العادل الذي لا يجور. قالت له: كيف ذلك يا نبي الله؟ فقال لها: وما شأنك يا امرأة؟ انت بتقولي كده ليه؟ قالت له: يا نبي الله، أنا امرأة أرملة، عندي 3 بنات أنفق عليهم من غزل يدي، بجيب كده الخيط وأعمل الغزل واخد أبيعه وأنفق به على أولادي. ماشوا بعدين. قالت له: جهزت غزلي ووضعته في خرقة حمراء، فجاء طائر من السماء فانقض على هذه الخرقة وأخذها وذهب، ولا أجد ما أنفق به على أولادي يا نبي الله. الدنيا اتضيقت عليها لدرجة ايه؟ ملهاش راجل، ادي اول حاجة. تاني حاجة، ولادها بنات بس، يعني ما عندهاش ولد يصرف عليها، يعني على امه وعلى اخواته البنات. اتضيقت اكتر. الحاجة اللي جهزتها علشان تبيعها وتأكل وتشرب بها اولادها اخذها طائر وذهب، لا تملك من حطام الدنيا اي شيء. راحت لنبي الله داود وبتشتكي له: يا نبي الله، أربك عادل أم ظالم؟ خلي بالك. وإذ به تتحدث مع نبي الله داود، فدق الباب، فتح نبي الله، فإذ ب10 من الرجال التجار جايين لسيدنا داود. فقال لهم نبي الله داود: ما شأنكم؟ قالوا: يا نبي الله، احنا 10 من التجار، كل واحد فينا جايب لحضرتك 100 دينار، وجئنا بك، وجئنا بهذه 1000 دينار، وجئنا لك لتنفقها في سبيل الله على من يستحقها. فقال لهم نبي الله: شأن عجيب، يعني جايين مع بعض 10 وكل واحد 100 دينار، ايه اللي حصل؟ قالوا: يا نبي الله، كنا في تجارة، رايحين نتاجر من مكان لمكان، ونحن في المركب في وسط البحر، فهاجت علينا الرياح والأمواج، فحدث عيب في المركب. قال لهم: وماذا بعد؟ ايه اللي حصل؟ قالوا: سبحان الله، أنزل علينا طائر من السماء بقدرة الله، خرقة حمراء